السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك محمود حسني من قناة بيراميدز زاوي. جاي النهاردة أتكلم عن مباراة الأهلي وبيراميدز. آه، مباراة كانت سهلة جدا لنحن. فريق منافس ليك، فريق فاضي ما عندوش أي لعيبة مميزين. غير اتنين اللي هم لفتوا انتباهي بكل أمانة: ياسر إبراهيم قلب الدفاع، ومروان عطية خط نص مدافع. لاعبين يعني طراز رفيع، لاعبين مستواهم كويس جدا، أدائهم حلو في الملعب. انما باقي الفريق، باقي فريق يعني فريق عادي، ما شفتش فيه حاجه تختلف عن اللعيبه، كل لعيبه شبه الدوري المصري. اللاعبين دول بس المميزين. مروان عطية في الضغط، في قطع الكره لاعب كبير، لاعب امكانياته عالي. ياسر ابراهيم كمدافع بيتمركز بطريقه رهيبه. بصراحه ربنا هم كانوا احسن اثنين في الاهلي. انما النهارده جاي اتكلم على فريق بيراميدز. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بدأناها بأحمد سامي وعلي جابر. اللي متابعني من زمان هيعرف إن أنا عدو أحمد سامي دي، لأن ألف ب يطلع من قطاع الناشئين جديد. لما تجيب لاعب من قطاع الناشئين بيكون متعلم في قطاع الناشئين حاجات يعني بديهية، هي اللي بيكون بيتعلمها عشان يجي يلعب عندك أنت وجاهز. بيتعلم التمركزات، هي التمركزات. أنا قلب دفاعي، يعني أنا مركزي قلب دفاع. طب هل أنا مركزي قلب دفاع هل يسمح لي ان انا اروح اضغط على حسين الشحات اللي هو باك واسيب مكاني، خالص؟ حسين الشحات يعرض عرضيه، انا ما بكونش قاعد في المكان ده خالص. طب هل انا رحت ضغطت على حسين الشحات وخسرت الكوره؟ لا، انا ما ضغطتش على حسين الشحات ولا خسر الكوره. طب انا رحت له ليه؟ ما تعرفش، ما مالكش فيه. دي كان اول هدف فيني من النادي الاهلي. طب الهدف الثاني كان احمد سامي في نص الملعب. طب هل ينفع قلب مدافع يتقدم لحد نص الملعب؟ طب هل ينفع قلب مدافع حسين الشحات يبقى معاه الكورة ويعرض وقلب الدفاع بتاعه راجع من نص الملعب؟ يعني دي ألف به كورة يا جماعة. احنا مش بنحكي في خطأ، يعني ايه خطأ لاعب كبير؟ لا، ده احنا بنحكي في أخطاء بدائية. ده لسه احنا، يعني انا بكلمك عن لسه الناس تتعلم كورة، بيعلموه بيقول له انت توقف هنا، انت قلب دفاع، انت تتحرك هنا في المنطقة دي، انت تقطع هنا. ده شغل عيال صغيرة ده يا جماعة، مش شغل فريق كبير فيه مدافع كبير. يا احمد يا سامي انت ابن ميتين كلب، اجيب لك على بلاطه، انت ابن ميتين كلب، لعبك ابن ميتين كلب. انا بخسر كورنر بسببك انت، وبسبب ممدوح عيد ابن ميتين الكلب اللي مخليك لحد دلوقتي في النادي. عندي حارس مرمى يا جماعي، اوسخ من انجبت مصر في حراسه المرمى، احمد الشناوي. بكلمك بما يرضي الله، اوسخ حارس في تاريخ مصر. لك ان تتخيل انه احمد الشناوي في كل مباراه الاهلي ما تخش فيها اهداف؟ يا راجل، ده فاركو اللي هو تعادل مع الاهلي، حارس مطلع خمس ست كور اهداف. عايزيه تاني؟ كل نادي في الدوري قسما بالله، وادي الاهلاويه قاعدين ويمكن فيهم اهلاوي بيسمعني، كل نادي في الدوري مع حارس بينقذ له خمس ست كورات قدام الاهلي ويطلع ياخذ رجل المباراه قدام الاهلي. وانا عندي حارس خرم قدام الاهلي، بس يطلع لي في المباراه الضعيفه ويجي قدام الاهلي. تفضل يا باشا، تفضل يا باشا. 100 كل كرة تروح هدف، كل كرة تروح هدف. حارس ابن ميتين كلب يا راجل. ده احمد سامي يتمركز بص اقسم بالله الضحك، والله العظيم الضحك. احمد سامي متمركز مكان علي جبر، انت متخيل هدي؟ فعلي جابر طبعا هي اخذ مكان احمد سامي. هو ما فهمش ماله احمد سامي، ما فهمش ابن ميتين الكلب عايزين ما فهموش علي جبر. راح خد مكانه، ساووا مكانه وراح مكانه. الكرة برجعها طبعا، اتزنق مين؟ زباتي توريه، رجعها لمين؟ لاحمد سامي. ليك ان تخيل احمد سامي سايب الكره رايحه للشناوي، والكره قويه بصراحه ربنا، وهو شغال يحجج اللاعب الاهلي وسايب الكره. طب انت الحاجه بصيها لاحمد الشناوي يديها لعلي جابر؟ لا، ما بصيهاش. طيب حاضر يا احمد الشناوي، انت الكره اقرب ليك يا ابني ميتين الكلب، الكره انت قريب عليك، يعني تقدر تاخدها بكل سهوله. لا، ما ياخدهاش، ما يطلعش احمد الشناوي، يطلعش، يطلعش. يقعد واقف لحد لما احمد سامي يرجعها له على اخر لحظه، على اخر لحظه. ليه؟ لانه حارس ابن ميتين كال، حارس ابن ميتين كال ما عنديش قطع ناشئين. يا مدرب حراس الناشئين يا ابن الكلب، يا ابن الكلب طلع لي حارس كويس. لا تغور في داهي، لا تغور في داهي يا راجل. ايه المرار ده يا راجل؟ حارس مرمى وسخ، حارس مرمى يا راجل. دي دمه بارد، اداؤه بارد، ولا كوره تشيلها.
اعتبرنا دي مش مباراة دوري هتعدي وخلاص، لا سيبك من قصة، اقسم بالله ما قصة مباريات ولا قصة حاجة، بس دي اقسم بالله ده النادي اللي هقابله في النهايات كلها في مصر. ده النادي اللي انا هقابله في نهائي السوبر في الامارات. ده النادي اللي انا هقابله لو وصلت دوري ابطال هقابله. انت فاهمنا؟ ده النادي اللي انا لازم افضل دايس عليه. لازم افضل دايس عليه عشان اخذ بطولات. يعني انا هدفي الوحيد كاداره يا ممدوح عيد يا ابني ميت الكلب، هدفك كاداره انت تركز انك انت ازاي تهزم الاهلي. ازاي تهزم مين؟ الاهلي. الزمالك ده موضوع انتهي، الزمالك دورانا خلاص مش فاكروش في دوك، احنا بنفكر في الاهلي. بفكر في مين؟ في الاهلي. فانا الف اي حد مش هيسد معايا في مباراه النهائي دي غرف داهيه. احمد سامي ده انتهي، ايه مخلص كوره يا كابتن ممدوح عيد، ايه مخلص كوره احمد سامي. عامل لك فيديو على المباراه وافضحه لك في الدنيا وهيطلع ترند، طلعناه في الفيديوهات 15 مره ترند احمد سامي في النهايات كلها. مباريات كتير والله، مباريات كتير وشدنا باداء وعملنا عليه كل حاجه، وقاعد في النادي. قاعد ليه قاعد في النادي؟ عشان انا عندي اسامه جلال ابن ميتين كلب، كل ما يرجع يتصاب، عندي اداره سايباه نصيب اتصاب. هذه فلوس يا اسامه جلال، خذ يا باشا تفضل، هذه فلوسك كلها يا باشا استريح. رجع اسامه جلال اتضمى، ريح يا اسامه جلال يا ابن ميتين الكلب، ريح ريح، خليك قاعد ريح. جينا الناحيه الثانيه في احمد سامي، يا عم ارحمنا. يا عم قلتها من الحلقه اللي عدت، انا عايز علي جابر ومحمود مرعي، لان الاهلي حد ما ضغطت على امام عاشور فيستك في الملعب، اهو ضغطنا على امام عاشور، شفت امام عاشور لما ضغط عليها انتهى الاهلي، سلم لك نمر يا باشا. فيش غير همبكات كوره عاليه زي ما قلت لك انا كلها هناخدوها، بس احنا عايزين ايه؟ عايزين علي جابر محمود مرعي، مش ابن الكلب احمد سامي اللي انت حطيته لي. لاعب يقدي ما احنا كنا ايه، تخيل كنا في يوم نلعب باسلام عيسي مهاجم صريح قدام الاهلي. ده نادي مجنون، ده دار هبلي عبط في الهبل في الجبل. انا عايز المدافع لازم يكون طويل، لازم يكون طويل القامه المدافع. المهاجم لازم يكون طويل، دي اساسيات في الكوره، الا في الدوري المصري تحس انه عبطه، تحس انه نص الانديه اللي في الدوري المصري دي عبيطه وهبلي. يجيب لك واحد كد جديد يدخل لك مدافع، يجيب لك واحد كد جديد يدخل لك مهاجم، انتوا ناس عبطه. في حاجات اساسيات ما ينفعش التنازل فيه. طب هقول لك زي مين؟ مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو اغويرو. سيرجيو اغويرو كان قصير حصان، بس هل انت عندك الخامي زي سيرجيو اغويرو؟ يعني هل انت عندك الخامه في اللاعب اللي يبقى مهاجم، اللي انت بتحطه قدام الاهلي مثلا مهاجم دي وبتخسر معاه مباراه قمم، هل هو اللاعب دي اللي قصير زي خامس سيرجيو اغويرو؟ مستحيل، لان سيرجيو اغويرو كانت رجليه 2 طرشه، اي تسديده هدف، حتى في الدوري بيطلع. انما انا هي الهدف انا مدافع كد جديد احمد سامي. قول له يا عمي شكرا بارك الله فيك، لما يتمركز صح ولا بيلعب صح. تخيل انا كنادي رحت 30 مره نهائيات واخسرها واغير الفريق كله واغير في الهجوم، مشي دي وهدي ومشي دي، وقاعد على مين؟ على حارس ابن ميتين كلب وقلبين دفاع ولاد ميتين كلب، وبخسر النهايات كلها. ما بصيتش على الدفاع، ان الدفاع خرنج بتاعك مش معشوف يا ممدوح عيد، مش معشوفهم ولا يكونوا حبايبك والدنيا ماشيه معاك ولا إيه يعني. انا النهارده كنت هخرج بفضيحه للعلي جابر، قسما بالله للعلي جابر النهارده ما حرق نفسه شوي، انا كنت طلعت باربع وخمس اهداف قدام نادي عري. نادي عري بتشكيله عري، انا بقول لك الحقيقه مش بغلط في كياني الاهلي، بس انا بكلمك الحقيقي. النادي ده نادي عري بلعيبته دي، باللعيبه دي كلي. نادي عري يقديه ممدوح عيد. جدد لي لاحمد سامي بثلاث سنين يا راجل، يا راجل جدد احنا بنخسر نادي، احنا ورانا حاجه؟ خلينا نخسر يا راجل، هو بياخذ فلوس وبتاع. جدد احمد سامي يمشي، واحمد الشناوي ابن ميت الكلب يقعد دكي، ما عجبوش غرف 60 داهيه. انا عايز حارس مرمى، اتصرف يا حبيبي جيب لي حارس مرمى، ماليش دعوه لا توقف لي احمد ميهوب، انا اخسر باحمد ميهوب احسن ما اخسر بابن ميتين الكلب دي. انا مرأي الشيل حراس الدوري كلها بتشيل قدام الاهلي، بتطلع بتاخد احسن حارس قدام مباراه الاهلي، وانت جاي في مباراه الاهلي كل مباراه الاهلي تحط عليك، حط عليك وبالتايه، ولا كره تطلع تضربها بالبوكس. ايه يا عم انت؟ ما الحارسيه انت، حارس الارض والحارسيه. هذه الاداء برضو
عشان برضه انه احمد توفيق دي. يا احمد توفيق انت ابن ميتين كلب. دي بدايتي، ابن ميتين كلب. انت لاعب هوزو خرونج. يا ابن ميتين كلب. معلش اقول كلام انا ما قدرش، ما هي احسن كلمه اقولها ابن ميتين كلب. يا ابن ميتين الكلب يا احمد توفيق. اتطردت في مباراة الزمالك، تفتكرها مرة؟ اتطردت في مباراة الزمالك ولعبت ناقص وفزت في الكاس. جيتني في مباراة الاهلي اللي وراها اتطردت ولعبت ناقص قدام الاهلي، لعبت ناقص وبالمرار وطلوع الروح خسرت 2-1. جتني مباراة الزمالك اللي وراها اتطردت. بعد في مباراة الاهلي اللي وراها اتطردت. 4 مباريات. احمد توفيق في كل نهائي وفي كل مباراة قمة يطرد. كل مباراة قمة يطرد. كل مباراة قمة تحس انه هو لاعب ابن ميتين كلب وراه حاجة عايز يعملها، وجات المباراة مش في مواعيده. كل مرة تدخل عنيف طارد، ياخذ بعضه ويمشي ويطلع بكل عنجيه يطلع يا باشا ويطلع يطرد عادي ومفيش حد ما يكلمه. يعني انت كاداري يا ممدوح يعيد، كاداري انت في النادي، انت لما لاعب يطرد لك 4 مرات مش بتراجع الحاجات داي، مش بتشوفه ولا قاعد يهبل. يكون قاعد يهبل في الاداره، انت ما شايفش ولا فيش ناس وراك ما تراجع. اللاعب ده طرد 4 مرات في مباراه قمه. احمد توفيق 4 مرات في مباراه قمه يطرد، وانا ضغط واتحط علي. مين حاسبه؟ محدش حاسبه، محدش بيحاسب حد، مفيش حد بيحاسب حد. انا بقولها لك اقسم بالله ما في حد بيحاسب حد. رمضان صبحي اتصاب، تعال كلمني في رمضان صبحي. قلتها لكم انا هنا، قلت لك 50 مره انت هنا. قلت لك طول ما انا قاعد هنا اقول لك فين رمضان صبحي. مباراه قدام الترجي، اداء في اخر 5 دقائق فوزني. لعب مباراه ثانيه في الدوري، فوزني. فين رمضان صبحي؟ اتصاب قدام الاهلي. رمضان صبحي اتصاب قدام الاهلي في التمارين يا رجالي. عارف يا ممدوح يا عيد، والله انت ما راجل، اقسم بالله انا بقول لك بصراحه، والله انت ما راجل. لانك انت لو راجل تشوف الدكتور اللي بيقول لك رمضان صبحي اتصاب دي وتوديه وتكشف له. شوف دكتور غيره وخليه يكشف، مش هيطلع مصاب يا ممدوح يا عيد. يطلع بيمثل عليك عشان ما لعبش مباراه الاهلي يا ممدوح يا عيد. ليه؟ عشان انت معك دكتور في النادي نفسه. الدكتور والجهاز الطبي اللي في النادي اولاد ميتين كلب كلهم اولاد ميتين كلب. اتصاب دلوقتي في وقت لا. طب فين على الدكه لما ما قعدش ليه على الدكه؟ مش هو اثناء التدريبات اتصاب؟ ولا روح يقعد جنب المدام؟ روح يقعد جنب المدام. يا رمضان صبحي ابن ميتين الكلب. اذا قعدت في النادي ده علي، لعيبه وسخه يا راجل، لعيبه ولد ميتين كلب. اقسم بالله لعيبه ولد ميتين كلب. لعيبه عايزاش احترام. يلعب يا عمي، ما فيش يا عمي، ما فيش. راح رمضان صبحي هيجي جايين انا عشان يبطل كوره. ليه؟ عشان انا عندي اداره معرصه، اداره ولد ميتين كلب. ما متحركاش، ما بتحسبش. انت مش تصاب لاعب مصاب، انا عايز اشوف رمضان هو لاعب مصاب. انا خلص لي عليه خالص، انا ما عايزوش يلعب. يا رب رمضان صبحي يجيك صليب يا شيخ، يا رب يجيك صليبي في صليبي في صليبي لحد لما تخلص الكره دي خالص. لما في كل مباراه مهمه انا ما القاكش يبقى انت لاعب ابن ميتين كلب زيهم برضه، زيهم. مدرب ما يقطع نفسه على ارضيه الملعب، ما يموت نفسه المدرب. ايه يعني؟ ايه نعمل لكم يعني؟ قول لي ايه نعمل لكم يعني؟ احمد توفيق انا قال هاخد نهائي وهروح نهائي دوري ابطال افريقيا باحمد توفيق واحمد سامي وعلي جابر واحمد الشناوي ومحمد حمدي. لا يدافع. ليه لا يدافع يا باشا؟ مش بيدافع محمد حمدي. اصل محمد حمدي زي ما تقول عامل عمليه البواسير، ما بيدافعش. وقف قدام حسين الشحات، يا دي مكتفه ورا، يرفع حسين الشحات. مش بتخاف؟ انت بتخاف تخش يا محمد حمدي؟ خايف تخش على حسين الشحات؟ لان على الميتين امك يا محمد حمدي. اشكال وسخه قسما بالله، اشكالكم اشكال وسخه، اشكال ما ينفعش تقعد في نادي. احمد توفيق ده ابن ميتين كلب لازم يمشي. رمضان صبحي ابن ميتين كلب برضه هيمشي. مش هنسيبك والله، ما هسيبك. كلنا مش هنسيبك، احنا كلنا عندنا مجموعه مش هنسيبك والله الاداء ده ما يرضي ربنا. وهشوفكم قدام الزمالك. علي جابر اللي انت شايفه ده وحش عشان هو زملكاوي يموت نفسه قدام الاهلي، انما انت تعال بقى شوف علي جابر قدام الزمالك ولا اروع. قسما بالله لا هتعدي الكور وهيسجل فيا اهداف في مباراه الزمالك وهخسر قدام الزمالك. شفت قدام الاهلي 2-2 وطالعين وبنموت نفسه، بس قسما بالله في مباراه الزمالك لا اخسر. وهشوف هخسر ليه؟ لان لاعب من الزمالكي. شفت اوباما يا رجل؟ اوباما نزل قدام الاهلي
اقسم بالله صدام ديفيد بيكهام نزل هيك عاب، واه يا اوباما، واه يا اوباما، فينك اوباما؟ كنت الاول، كنت فين الاول قبل الاهلي؟ نزل قدام الاهلي اوباما، اقسم بدين الله بقي حاجه ثانيه. قسما بالله اوباما لو بيلعب بالروح دي يا جماعي في المباراه العاديه، انا اخذ دوري ابطال، انا وقاعد، انا من غير ما نسافر ناخذوه، احنا وقاعدين في بيوتنا عادي. اوباما. طبعا عبد الرحمن مجدي نزلناه غطس في البلاعه، كانت مكفوله، لا مؤاخذه في مكفوله البلاعه، فنزل يسلك. طبعا شفناش عبد الرحمن مجدي خالص خالص. ولك ان تتخيل انا نزلت ابراهيم عادل قدام الاهلي وقعدت صدق وجولي، ولك ان تتخيل قال طلعت ابراهيم عادل ونزلت صدق وجولي. طب حضرتك هو ابراهيم عادل احسن من صدق وجولي اللي انت منزله لي؟ طب طلعت ابراهيم عادل منزل صدق وجولي دافع، طب مش بتاع الدفاع صدق وجولي، مش بتاع دفاع صدق وجولي. ما انا عايز افهمها يعني، انا اديني صدق وجوله في الشوط الاول لان ابراهيم عادل ابن ميتين كلب زيهم، ما فيش كوره، فيش كوره، عملش غير ثلاث اربع كور، اداؤه زي الزفت، زي الزفت، وخايفه منه الاداره وكلها متلبشينيه في، يا عم اقسم بالله اداؤه زي الزفت. انا عايز لاعب يعمل لي حاجه، يحركني يا عم، يا عم طلع لي الكوره، امسك يا عم، يا عم ابراهيم عادل بيقطع منه الكور، يا عم ارحمونا يا عم، يا عم ارحموني. بس ابراهيم عادل اتحمله انا، ليه اتحمله انا ابراهيم عادل؟ عشان بحس اقسم بالله احيانا انه فيه انه عايز يعمل حاجه، ان ان في حاجه ما خدمهوش نفسيا، مش عارف فيها، بس والله العظيم انما انا ما اتحملش احمد توفيق، لا انا لا اتحمل احمد توفيق، ولا اتحمل احمد سامي، ولا اتحمل احمد الشناوي. هم الثلاثه دول احنا هني كل مباراة هخسرها وهتنزل لي بيهم قدام الزمالك، بسم الله ما شاء الله، انا قدام الزمالك هنزل ابو اسامه جلال، ما فاضيش اسامه جلال غرف 60 داهيه، حرق ابوه على ابو اللي جابه، اشوف له اي نادي غور فيه، يلعب له في نادي منتصف جدول. اللاعب اللي مش هيلتزم معاه يعني كنادي كبير ويلعب في المواقف الكبيره غرف داهي، غرف داهي يا باشا. احنا تعبنا يا عم، هنفضل لحد ميتي قدام مباراه الزمالك هيلاعب لي علي جابر، وانا بقولها لك من دلوقتي، ركز على علي جابر، وانا هعمل لك فيديو مخصوص لعلي جابر في مباراه الزمالك، وهثبت لك انه علي جابر في مباراه الزمالك مش بيديك 1% عشان زملكاوي. انت متخيل ان انا عندي لعيبي في بيراميدز بتلعب لمصلحه نادي تاني عن اكل عيشي؟ انت متخيل؟ اقسم بالله زي ما حصل، لان المباراه والتاريخ اثبت الكلام ده قدام علي جابر، اثبت انه ما بيديش قدام الزمالك، ولا حد بيدي قدام الزمالك. الزملكاويه بيدوا قدام الاهلاويه، والاهلاويه بيدوا قدام الزملكاويه، هي دي القصه بتاعت نادي بيراميدز. نادي بيراميدز عايز لعيبه محايده، مش اهلاوي ولا مش زملكاوي. شفت قطه؟ لكن انت تتخيل انا نص ملعبي قطه مديني 50% يا راجل، النهارده اداؤه يعني مش احسن حاجه، بس قسما بالله لاعب كبير. نص الملعب انا خنقت الاهلي، خنقته، وليد الكارت يا ذكر، مصطفى فتحي رغم الاداء انه اداؤه مذبذب بس قسما بالله محترم، عمل حاجه، جاب على الاقل كان يحاول. فيستون مايلي ذكر فيستون مايلي، بس ما لقيش فرص. ليه ما لقيش فرص؟ ابراهيم عادل الناحيه دي مقفوله عليه، بتقطع منه كل الكرات، مش بتوصل له كور. فيستون مايلي اللي كان هيعمل اسيست لابراهيم عادل، لو عدت المدافع الاهلي كان بيجي اسيست عالمي. انت متخيل ان انا المهاجم بتاعي بيصنع للباك، اللي هو الباك المفروض هو اللي يصنع له، لا ده انا المهاجم بتاعي هو اللي بصنع له. اتمنى بس ما اكونش صدعتكم. اتمنى ان الاداره تشتغل بجد، تشوف مصالح النادي، تشوف مصالح النادي يا ابني ميتين الكلب رمضان صبحي، تشوف مصالح النادي وتعمل بيه. اللاعب اللي مش هيلعب وهيقعد يعيش لي جو الاصابات ويعتذر لي ده غرف داهي، لان انا جبتني يعني، انا قيمه رمضان صبحي لما جبته من الاهلي جبته كان قيمته 3 مليون يورو، دلوقتي قيمته بقت مليون يورو. انت عارف ليه مليون يورو؟ لانه لاعب غير زي كهرباء ده، لاعب بتاع لقطه ودخل عليه دم، مش بيدي لي في مباراه وغور ينام له 90 مباراه. ادينا في الدوري هو قرب يخلص الدوري، وهتشوف لسه المباراه الجايه كتير، وانا معاك وهفضل كل فيديو اطلع اقول لك فين رمضان صبحي، فين رمضان صبحي، فين رمضان صبحي يا جماعه. بيراميدز مش بيراميدز عنده معضله كبيره قوي، يعني انك تبقى مستمر، ما فيش استمراريه في بيراميدز يا جماعه، ما فيش لاعب بيأدي في مكانه ويفضل فيه. يعني رمضان صبحي بيلعب مباراه ويطير، طب انت خط النص بتجيب مكانه وليد الكارتي وتحطه، وليد الكارتي طبعا بيكون قاعد دكي، بينزل مش فايق قوي وصلاك، فدي عامله تشوف التشكيلي. اسامه جلال من يوم ما جبناه النادي ما يتصاب،
بيتصاب لي بيلبس لي الموضه والهبل بتاعه والعبط ده، هو عيل مش راجل، كانه تربى في مدينه ما فيهاش رجاله وليا، فطلع عيل مش راجل هو. انا مش عايز اغلط في حد، بس انا دلوقتي ما شايفش قدامي. يعني اسامه جلال ليه لعبك ده؟ اسامه جلال ماله؟ فيش لعب ليه اسامه جلال؟ ليه بتصاب اسامه جلال انت؟ هل اسامه جلال يا رجاله شارك في كم مباراه عشان يتصاب؟ ما انا عايز اسال، يعني اسامه جلال اتصاب شارك في كم مباراه؟ ولا مباراه، شارك مباراه واحده. طب تصبت ليه يا كبير؟ ما تعرفش لثلاث مواسم مباراه واحده واتصاب، والاداره نايمه، وجدد مع اسامه جلال. جدد مع اسامه جلال. العيش جايبوا له اعاره، بيموت نفسه في الملعب، وانا عندي لاعب اساسي مش بيأديني ومرمي. محمود مرعي الاسطوره قاعد لاحمد سامي اللي ان على ما امك احمد سامي عشان ترتاح. هذه اللعيبه، هي هذه اللعيبه قدام الزمالك، قسما بالله قدام الزمالك انا ما اخسر قدام الزمالك، ما في داعي، ما في داعي. انا فرحان قدام الاهلي واللعيبه قال يا ويعملوا لك قلق ده بعد ما خلصت المباراه علي على تعادل يا شويه معرسين، ده تعادل، ده تعادل نكسبوا ثلاثة وأربعة على الأبو اللي جابكم كلكم. سلام عليكم يا أبو.